الفيديو ده لكل بنت اتعرضت للتشهير او الابتزاز، وخصوصا على برنامج التليجرام. الشرطه المصريه كانت نزلت بوست عن مجموعه من الشباب بيبتزوا الناس وبيجيبوا في بياناتهم وبيعرضوهم للابتزاز وبيطلبوا فلوس وبيطلبوا حاجات ابشع بكتير من الفلوس. اخرهم النهارده واحد طلب من واحد تاني انه يفصل رقبه بني ادم. انتوا متخيلين؟ اقسم بالله طلب منه انه يفصل رقبه الشخص ويصوروا فيديو ويبعتوه لهم. بيجيبوا عيال صغيره وبيضربوها على الجروبات دي ويصوروها فيديو ويرفعوها. بيدخلوا للبنات عن طريق بنات تانية. بنت تدخل تتعرف عليكي وتقول لك انت بقيتي صاحبتي وانت بقيتي اقرب واحده ليا، وبعدها بساعات تطلب منك صور خاصه او فيديو ليكي. بتاخد الفيديو ده وتبعته للشباب دي، والشباب دي بيدخلوا بيكلموكي وبيقولوا لك انت هتنفذي كل اللي هنطلبه منك، ولو ما نفذتيش انت هتبقي حفله على الجروبات دي. بفضل الله في ناس تقيله جدا في البلد اتحركت في الموضوع، وبفضل الله وحده قدرنا نوصل لاسامي وصور الاشخاص دي. وللاسف الاعتقاد الاول كان بيقول ان هم مافيا وعصابه كبيره جدا، طلعوا عيال صغيره 17 و18 و20 سنه، اكبر عيل فيهم 22 سنه. هم اللي بيهددوا البنات وهم اللي بيعرضوهم للتهديد ده، وباذن الله معمول محضر محترم ضدهم وكلهم هيتجابوا. فرساله مني لكل شخص من دول بيشوف الفيديو ده، انت عارف ان انا وصلت لك، وعارف ان بقى معايا صوركم كلكم، واللي لسه ما بقاش معايا صورته انت عارف اني هقدر اوصل له. فارجو من كل بنت بتشوف الفيديو ده ما تتعرفيش بحد غريب، ومش اي حد يقول لك انت صاحبتي وانت اقرب واحده ليا تبعتي لها صورك. ما تاذيش نفسك وحافظي على نفسك. الناس دي لو وصلوا لك هيجيبوا معلومات اهلك كلهم، وللاسف بيعملوا كده عن طريق شركه الاتصالات. ليهم موظف في شركه الاتصالات هو اللي بيجيب لهم بياناتك، بياخدوا الخط بتاعك وبيجيبوا الرقم القومي، بيجيبوا اسم الام واسم الاب واسم الابناء لو فيه، وعشان يوصلوا لاهلك بيدخلوا على الجروب اللي فيه منطقه اهلك. يعني على سبيل المثال لو انت من منطقه الرحاب بيدخلوا لجروب منطقه الرحاب وبينزلوا صوره بطاقتك او صوره بطاقه حد يخصك، ودي اللي بيجيبها لهم حد من شركه الاتصالات، ويقولوا يا جماعه اصل في حاجه ضاعت من الناس دي فعايزين نوصل لهم. فيدخل شخص بكل براءه يبعت له اكونت او يبعت له رقم والدك او اختك او اخوك، وبكده يبقى قدر يوصل لاهلك وهيهددك بيهم. هيهددك انه هيبعت فيديوهاتك او صورك اللي انت بعتيها دي ليهم لو ما نفذتيش طلباته او لو ما اديتلوش فلوس. وللاسف بنات كتير من بناتنا وقعوا في المشاكل دي. فبامر الله عن قريب جدا الكابوس ده هينتهي وكل الناس دي هيتقبض عليها في القريب. ارجوكم اللي يشوف الفيديو ده يعمل له شير على قد ما يقدر ويوصله لكل الناس اللي يعرفها. خد الفيديو وابعته لاي حد عندك، خد الفيديو ونزله ستوري عندك، خلي كل الناس تعرف احنا بناتنا بتتاذي ازاي، وبامر الله هننتهي قريب من ده.